لتدعيم الفريق بأفضل شكل ممكن في الانتقالات القادمة وانتقالات يونيو 2025 لدخول كأس العالم للأندية بقائمة لاعبين من العيار الثقيل قادرة على تحقيق نتائج طيبة في البطولة. وبعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تتمنى أن تكون هناك فرصة لعودة ديانج وحمدي فتحي للفريق مجددا. الأهلي يبدأ في وضع خطة تسويقية ضخمة لتحقيق أرقام خيالية من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والمباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي ورفاق ميسي وسواريز. وتقارير صحفية تؤكد أن أرباح الأهلي من تلك البطولة لن تتوقف على الجوائز الضخمة من الفيفا نظير المشاركة فقط، خاصة أن هناك رعاة كثيرين يتنافسون حاليا على التواجد على قميص النادي الأهلي في البطولة ومستعدين لدفع أرقام خزعبلية للقلعة الحمراء. هاني رمزي رئيس لجنة السكاوتنج بالنادي الأهلي والمسؤول الحالي عن التفاوض مع الصفقات الجديدة يستغل قرعة كأس العالم للأندية ومشاركة الفريق في افتتاح البطولة ويحاول إقناع أحد المهاجمين المميزين باللعب بصفوف الأهلي الفترة القادمة وترك أوروبا ويتكتل